السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير على أحلى متابعين في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني، ولو القصة عجبتكم شاركوها مع أصحابكم. حكايتنا النهاردة مش سهلة خالص، حكاية وجع وخيانة وقرارات غلط بتدمر حياة ناس بريئة. تفتكروا ايه اللي ممكن يخلي راجل يوصل بيه الجبروت ان يضحي ببنت صغيرة عشان شهوته؟ وايه اللي ممكن يحصل لما الحق يتأخر لكن في الاخر كل واحد هياخد حقه؟ ويلا بينا نبدأ حكايتنا. وقال ايه؟ انا اللي شكيت فيك انت والست دي. اتاريك بقى يا استاذ كنت بتيجي هنا مخصوص عشان خاطر بنتها. بس يا فتون وطي صوتك، انا مش ناقص فضايح. هو انت شفت فضايح لسه يا عزت؟ هي دماغك دي كانت فيها ايه بالظبط؟ ازاي جالك قلب تعمل اللي عملته في عيلة صغيرة؟ وعزت اللي مسكني من دراعي جامد وقال: اخراسي خالص، انا ما عملتش اي حاجة غلط ولا حتى حرام، انا اتجوزتها على سنة الله ورسوله وكله بشرع ربنا. وفين الشرع اللي يحلل لك يا استاذ تتجوز بنتي في السن ده؟ رد عليا يا حاج عزت. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي فتون وعمري 40 سنة، متجوزة وعايشة مع جوزي وابني في شقة حلوة جدا وفي مكان راقي جدا في مصر، وجوزي عنده مصنع خشب كبير. وفي يوم من الايام كنت واقفة في المطبخ مع مسيد الشغالة بعمل الاكل معاها وقالت لي: الا قوليلي صحيح يا ست هانم، الحاج عزت بيروح عند الراجل اللي اسمه اسمه احمد محروس ده كتير ليه؟ هو مين احمد محروس ده يا ام سيد؟ انا ما سمعتش الاسم ده قبل كده. يوه، ده انا افتكرتك بتعرفيه يا مدام، الحاج عزت بيروح عندهم على طول. لا ما اعرفش عنه اي حاجه يا ام سيد، ده واحد يعني في الحاره عندكم يعني ولا ايه؟ ايوه يا ست هانم، راجل كده كانت عنده ورشة حدادة، المهم حصلت له يا عيني حادثة كبيرة كده من كام سنة ورجله راحت في الحادثة دي، وعنده بنت صغيرة يجي عندها كده 15 او 16 سنة، والحاج عزت بيروح لهم على طول. تلاقيه بيساعدهم ولا بيديهم اللي فيه النصيب يا ام سيد، ما انتي عارفة الحاج عزت ابن المنطقة عندكم واهل الحارة كلهم غاليين عليه وبيحبوهم جدا. انتي بتقولي فيها يا ست هانم، ده احنا كمان رحنا فيه واكتر كمان وخيره مغطي على الكل، بس انا بفتح عينيكي يعني عشان عشان الست مرات الراجل ده حلوة اوي وصغيرة كمان، ده بحكم يعني العيش والملح اللي بيني وبينك يا ست هانم، واجب عليا برضه انبهك. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا وليانتي؟ اياكي وحسك عينك تنطقي بكلمة واحدة عن الحاج عزت بعد كده، انتي فاهمة ولا لا؟ حقك عليا يا ست هانم، والله العظيم ما اقصد اي حاجه، بس الكلام ده انا سمعته كذا مره بيتقال كده قدامي في الحاره وانا قلت واجب عليا انبهك. كلام فارغ طبعا، بقى الراجل اللي بيساعدكم كلكم وعمره ما رد اي حد من اهل حتته ولا زعلان ولا حتى مكسور، ولما يقصده في خدمه تتجاب سمعته بالكلام الباطل ده. طبعا على رأيك يا ستي، ناس فاضية وموراهاش أي حاجة غير الكلام، ما تزعليش نفسك يا ست هانم، ده الحاج عزت ده بلسم وأدب وأخلاق وسمعته زي الجنيه الدهب. طيب خلصي الشغل اللي في ايديك يا ام سيد، انا هروح اشوف انس ابني، وما تجيبيش سيره الكلام الفاضي على لسانك ده تاني، فاهمه ولا لا؟ وطول ما انتي قاعده في البيت ده تحطي لسانك جوه بقك عشان تاكلي عيش. وانا اللي خلصت كلامي وسبتها ومشيت ورحت على اوضه ابني انس اللي عمره 12 سنه وكان قاعد بيلعب البلايستيشن، وقلت له: وبعدين معاك يا انس، انت قلت لي هتلعب نص ساعه وبس وهتقوم تذاكر، يلا بقى يا حبيبي كفايه قوي كده. يو بقى يا ماما، انا كل يوم بذاكر وبابا قالك ما تزعلنيش في اي حاجه، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا أنس، بس دي آخر سنة، ولو لا قدر الله سقطت أو جبت حتى ملاحق بابا هيعلقك من رجليك وأنا طبعا هتعلق معاك. وأنس اللي قعد يضحك وقال لي: ده انت هتبقي شكلك مسخرة قوي يا ماما لو بابا عمل فيكي كده. بقى كده يا شبر ونص بتضحك على ماما؟ طيب أنا مش هستنى بابا يعمل فيك كده، أنا اللي هعلقك من رجليك بنفسي، تعالي هنا يا ولد.
وانا فضلت اضحك مع ابني والعب معاه، واول ما جه الليل كنت قاعده مع جوزي قدام التلفزيون وقلت له: شفت ابنك وعمايله فيا يا عزت؟ وعزت اللي قعد يضحك بحس عالي وقال لي: ابنك طالع دمه خفيف لابوه. ومين اللي قالك الكلام ده؟ فشر، ده طالع سكر ودمه خفيف زي انا. وبعدين فين خفة الدم اللي عندك دي بقى ان شاء الله يا حاج؟ حقك طبعا يا ام الغالي، في دي بالذات انا مش هقدر اقول اي حاجة. المهم ما تشديش على الواد قوي وسيبيه برضه براحته. ازاي يعني الكلام ده يا عزت؟ انا عايزة الولد يذاكر عشان يتعلم كويس ويدخل كلية كويسة، وبرضه نبقى فخورين بيه حتى لو طلع دكتور او حتى مهندس. دكتور ولا مهندس، اسمعيني كويس قوي يا فتون، ده انا بشقى وبتعب وطلعان عينيا في الشغل. ليه؟ مش عشان املاكي كلها هتروح لابني ويحل مكاني في السوق. وانا مش هتكلم في الموضوع ده بالذات كتير، هو هيتعلم ويدخل الكلية اللي هو عايزها، لكن في الاخر هيبقى مكاني، يعني هيمسك شغل ابوه ويفضل شايل اسمه وسمعته ويملى مكانه كده، وما يخليش مكاني فاضي لا الغريب ولا حتى القريب ياخده. طيب افرض مثلا يا عزت ابنك لو كبر ومحبش المجال اللي انت بتشتغل فيه، هتعمل ايه وقتها؟ ومن امتى يعني البني ادم مننا بيشتغل في الحاجة اللي هو بيحبها؟ وبعدين انا ابوه، يعني انا اكتر حد في الدنيا دي عارف مصلحة ابني فين. وبعدين بلاش كلام في الموضوع ده تاني، احنا فين ولما انس يكبر فين؟ معاك حق يا عزت، احنا فين ولما الواد يكبر فين؟ الله صحيح يا عزت، ام سيد الشغالة كانت قاعدة معايا النهاردة وقالت لي كلام غريب قوي عن واحد اسمه كده احمد محروس. بتقول ان انت بتروح عنده كتير وبتقعد مع مراته وبنتهم الصغيرة. وعزت اللي ملامحه اتغيرت 180 درجة وعروق اللي برزت في وشه، وقعد يزعق بصوت عالي وقال لي: بتقولي ايه؟ الست دي قالت لك كده؟ دي ولية مش محترمة وعايزة تتربى من اول وجديد، والظاهر ان قعدتها في البيت ده واحنا بنعاملها بما يرضي الله خليتها تاخد علينا قوي. الست دي لازم تمشي من هنا حالا، وانا مش عايزة اشوف وشها تاني في البيت. وانا اللي استغربت جدا من رد فعل عزت وقلت له: اهدى بس كده يا عزت، الست دي غلبانه وعلى قد حالها وظروفها وحشه جدا ومحتاجه للشغل عشان تصرف على بيتها وعيالها. هي يمكن بس سمعت الكلام ده من الحاره وجت قالتهولي من غبائها، لكن هي في الاصل طيبه والله وما تقصدش، بس عادي يعني كأنك ما سمعتش مني اي حاجه. طيبة ايه وزفت ايه؟ دي ست بتخوض في الاعراض وبتتكلم على اسيادها، وانت ست طيبة وعلى نياتك. دي لو قعدت دقيقة واحدة في البيت ده هتخربوا علينا. انا مش هسمح لواحدة زي دي تطلع عليا سمعة وحشة في بيتي وتخلي مراتي تشك فيا. اطلعي نادلها من فوق ودلوقتي حالا. وانا اللي حاولت امنعه على قد ما اقدر وقلت له: اسمعني بس يا عزت واستهدى بالله كده، انت عايز تقطع عيشها ليه؟ خلاص انا هزقتها وقلت لها كلمتين في جنابها وهي مش هتفتح بقها تاني. بلاش تظلمها يا حاج عزت، وانت اكتر واحد بيكره الظلم. وعزت اللي سابني ودخل على المطبخ على طول ومسك ايدين ام سيد وقال لها: اسمعي بقى يا ولية انتي، يا ريت تلمي هلاهلك دي وتغوري من هنا خالص ورجلك ما تعتبش البيت ده تاني، وقولي لجوزك اللي شغال عندي في المصنع ان هو مطرود هو كمان، وانا مش عايز اي حد من طرفكم اصلا يدخل في اي حاجة ملكي، فاهمة ولا لا؟ وام سيد اللي انهارت من العياط وركعت على ركابها وقعدت تترجى وقالت: ابوس ايديك يا حاج عزت، لا سامحني والله العظيم انا ما كان قصدي اتكلم. انا ست غلبانه وعندي بنات عايزه اسطرهم وبصرف عليهم انا وابوهم. اقطع رقبتي يا حاج، بس بلاش تقطع عيشي انا وجوزي. وعزت اللي زقها برجليه بكل قسوه وقال لها: مادام ما صنتيش الايد اللي اتمدت عشان تساعدك وبدأت تطعني في شرفي وتألفي عليا حكايات بالباطل، يبقى ما تستاهليش المساعدة ولا انتي ولا اي حد من طرفك، وملكمش عندي ولا مليم. وقسما بالله لو ما مشيتي دلوقتي حالا ووريتيني عرض كتافك لبلغ عنك الشرطة واقول ان انت سرقت الذهب بتاع فتون مراتي وهحبسك فيها، وجوري يلا من هنا في 60 داهية.
وام سيد اللي خافت منه جدا وقامت جريت لمت حاجتها وهي بتعيط بخوف وكل حزن، وخرجت تجري من الشقة وهي منهارة من العياط. وانا اللي قربت من عزت وقلت له: انت ليه عملت معاها كده يا عزت؟ ايه كمية القسوة اللي في قلبك دي كلها؟ الست غلطت بس مش لدرجة ان انت تخرب بيتها وتطرد جوزها كمان من شغله. انت من امتى بالقسوة دي كلها يا عزت؟ ده انت كنت لسه بلسم زي ما بيقولوا. ازاي اتحولت في لحظة كده وبقيت جبار وقاسي؟ والله يا فتون انت ما تعرفيش انا متضايق قد ايه. انا بساعد الراجل اللي اسمه احمد ده لانه عاجز وما بيمشيش على رجليه، ومراته ست بميت راجل ومحترمة جدا وشايلة بيتها وجوزها وهم جوزها وعيالها على كتافها لوحدها. واكيد طبعا لما اسمع ان في حد بيطعن في شرف ناس غلابة زي دول بسببي انا كان لازم اتجنن. دول ناس في حالهم وحالتهم تصعب على الكافر، وانا ما يرضنيش ابدا ان كرمي معاهم يتحول لسكينة في ظهرهم. انا عملت كده يا فتون عشان احميهم واحمي سمعتهم وسمعتي، والناس تخاف تجيب سيرتهم بالباطل. فهمتي بقى يا حبيبتي؟ حقك عليا انا يا عزت، انا ما كنتش عارفه ان انت شايل همهم قوي كده. انت طول عمرك صاحب واجب وابن اصول. فعلا ام سيد غلطت غلطه كبيره قوي وكان لازم تتربى على اللي هي قالته ده. معلش يا حبيبي ما تزعلش، كفايه قوي ان انت بتعمل كده لوجه الله وتصدف في كلام الناس. المهم اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت مرتاح وما بتعملش اي حاجه وحشه ولا غلط، وانا واثقه فيك اكتر من نفسي. وعزت اللي بصلي هو قعد يضحك بكل خبث. وتاني يوم الصبح في شقة ام سيد اللي كانت واقفة وقلقانة وعمالة رايحة جاية، وفتحي جوزها اللي كان قاعد قصادها وهو متضايق جدا وقال لها: استهدي بالله كده يا سعاد، انت كده بتأذي نفسك وبتأذينا معاكي اكتر واكتر. الراجل طردنا وقطع عيشنا بكلمة واحدة، واللعب مع الكبار مش في مصلحتنا برضو ولا حتى هنستفاد منه بأي حاجة. احنا ناس غلابة وعلى الله. اسمعي مني، اللي اسمه عزت ده راجل قادر وفاجر زي ابوه، ما برضو كانوا معدومين الضمير كده وبيعملوا نفسهم ناس محترمة. وام سيد اللي بصت له بعيون مليانه كلها حقد وقالت: لا يا فتحي، انا مش هسكت ابدا. زي ما عزت طردني من شغلي ورماني الرميه دي لازم انتقم منه واكشف حقيقته كلها قدام مراته الهانم اللي فاكراه ملاك بجناحات. لازم اعرفه ان الله حق جاي يرسم عليا دور الشرف قدامي وهو مقضيها مع الست مياده. وفتحي اللي استغرب جدا من كلامها وسألها وقال لها: تقصدي ايه يا سعاد؟ وايه اللي انت عايزه تكشفيه؟ وايه علاقه الحاج عزت بميادة مرات احمد الحداد؟ واحنا مالنا ومالهم يا ستي؟ عزت بيه يعمل كل اللي هو عايزه، احنا خلينا في حالنا. وبعدين هو راجل بيساعد الناس وبيعمل خير. خليكي في حالك يا سعاد. وام سيد اللي قعدت تضحك بحس عالي وقالت: خير؟ ده انت غلبان قوي على نيتك يا فتحي. عزت ده اقطع دراعي من هنا ان في حاجه بينه وبين ميادة مرات احمد الحداد. انا شاكه في نظراته وحركاته معاها، والست دي ما شاء الله عليها لسه صغيره وحلوه. اصل هو ما وراهوش شغله ولا مشغله غير ان هو يروح يقعد عندهم اليوم كله بحجه ان هو بيساعد جوزها العاجز. واللي بيأكد لي كلامي كمان لما بيكون عزت قاعد عندهم بنتها ولا بتخرج ولا في اي حد بيشوفها. ده حتى دلوقتي بطلت بنتها تنزل الشارع خالص، اكيد خايفة بنتها تقع بالكلام قدام اي حد من اللي بيحصل قدام عينيها. استغفر الله العظيم يا ولية، اتقي الله، دي اعراض ناس برضو وما ينفعش تعملي ولا ترمي الناس بالباطل. انت عايزة تخربي بيوتهم وبيتنا؟ ما هو اكيد خرب بيتي وقطع عيشي من بيته عشان خايف من الكلمتين اللي انا قلتهم بحسن نية. ده راجل ظالم ومفتري، وانا اقطع دراعي من هنا ان في حاجة غلط بتحصل في بيت احمد الحداد. وعزت مش بيعمل معاهم كده لله، ده راجل بتاع مصلحته وبتاع ستات، وانا لازم اراقبه واعرف هو بيعمل ايه بالظبط عشان اكشفه قدام فتون هانم والناس كلها ان هو مش ملاك زي ما هو راسم على الناس كده، بل بالعكس ده راجل ظالم ومفتري ومفيش فايدة فيه وضميره اسود على دماغه. ده غير كمان ان ما عندوش ضمير اصلا. وبعدين معاكي بقى يا سعاد، بلاش السكة دي يا بنت الناس. عزت ده
راجل واصل لدرجة ان هو ممكن يلبسنا اي قضية سرقة. ما هو قالك كده بعضمة لسانه. خلينا نمشي جنب الحيطة يا بنت الناس وندور على اي شغلانة تانية، ارض الله واسعة. وام سيد اللي قعدت قدامه وعينيها كلها دموع وقالت له: ما احنا كنا ماشيين جنب الحيط وكنا بنشتغل عنده لكن بقلة قيمة، وكنت بتحسر كل يوم وانا شغالة ببيته، وانا بيتقل مني وبتتكسر نفسي، واخر الملامة اطرد ويتقل مني. انا اللي هجيب حقنا وحق عيالنا كلهم، وهثبت للكل ان كبير الحارة بتاعهم ده اللي عامل لنا فيها ملاك مجرد واحد كذاب، وميادة دي وبنتها وراهم سر كبير وعزت بيخبيه عن الكل، لكن انا مسير اعرفه في يوم من الايام واخد حقنا منه يا فتحي تالت ومتلت. وانا تاني يوم اخدت ابني ورحت عند اختي منى وقعدت معاها، وابني اللي كان قاعد بيلعب مع بنتها، وانا اللي قلت لها: انا برضو لحد دلوقتي يا منى حاسه بتأنيب الضمير ناحيه الست دي. ما انا برضو لما كنتش اتكلمت الكلمتين اللي انا قلتهم دول كان زمانها لسه بتشتغل عندي وكل ده ما كانش حصل. تأنبي نفسك لو الكلام اللي هي قالتهولك انتي مفترية عليها فيه، بس انتي قلتي اللي انتي سمعتيه، وكويس قوي ان الحاج عزة طردها من عندك من البيت. اصل لو الكلام ده بيتقال في الحارة برضو ما كانش ينفع تيجي في بيت الراجل اللي لحم كتافها من خيره هي وجوزها وعيالها وتنم عليه. وبعدين ما انت قلتيلي وحكيتيلي قبل كده يا فتون ان هي دايما بتقعد معاكي وبتجيب في سيرة الناس اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. ده انت تحمدي ربنا ان الموضوع ده حصل عشان تكوني ارتحتي منها ومن الذنوب اللي هي مشيلها لك دايما. انت مش فاهماني برضو يا منى، حتى لو هي بني ادمه مش كويسه انا ما ينفعش اذيها ابدا، ولا حتى اقطع عيشها، ولا حتى اكون سبب في حزنه. سيبك من الكلام ده بقى يا فتون، شايفه ابنك واخد على البنات ازاي؟ الله يسامحك يا شيخه، دايما حبساه كده عندك في الفيلا وما بتخلوش يروح في اي مكان. فيها ايه يعني لما يجي عندنا شويه ويلعب مع بنات خالته؟ هو ليه غيرنا ولا احنا لينا غيره؟ ما انتي عارفة يا منى ان الايام دي ايام دراسة وداخلين على امتحانات، وانا بصراحة كده بقى عايزاه يذاكر ويحسن من مستواه. نفسي اشوفه حاجة كبيرة قوي يا منى. ابويا زمان طلعني من الثانوية العامة وجوزني العزت، وكانت امنية حياتي ان انا اكمل تعليمي وادخل الجامعة، بس اهو ما حصلش وده نصيبي. فانا عايزة اعوضه في ابني. انا عايزه ابني يتعلم ومخه ينور من العلام ويبقى بعلامه كده حاجه كبيره قوي امشي اتشرف بيها قدام الناس، وابقى ام المهندس او حتى ام الدكتور، وربنا يهدي عزت ويسيبه يكمل تعليمه. ربنا كبير ان شاء الله يا فتون وهيعوضك في ابنك كل خير. وفي الوقت ده دخل علينا اخويا حازم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالى يا حازم يا حبيبي شوف مين اللي عندنا. انا عارف ان اختي فتون قاعدة عندنا، اصل الحاج عزت قال لي ان انتي موجودة وخلاني اجيلكم بدري عشان نقعد مع بعض. وانا اللي ابتسمت وقلت له: ربنا يخليك ليا يا اخويا وما يحرمنيش منك ابدا. تعالى اقعد معانا. المهم انا عايزاك في خدمة صغيرة كده. وحازم اللي قعد جنبي وقال لي: بس كده عينيا الاتنين ليكي يا قلب اخوكي، خير ان شاء الله. ومنى اللي قامت وقفت وقالت: طيب يا جماعة انا هدخل المطبخ اعمل لكم الغدا لحد ما تخلصوا كلام، وانا هخلص كلام مع حازم اخويا واجي اساعدك ونجهز الاكل مع بعض. ومنى اللي سابتنا ودخلت على المطبخ، وحازم اللي قال لي: هو في ايه بالظبط يا فتون؟ قلقتيني يا اختي. وانا اللي فتحت شنطتي وطلعت منها مبلغ كبير قوي وقلت لحازم بصوت واطي: انت اكتر واحد في الدنيا دي كلها يا حازم بثق فيه، واختك ضميرها مش مرتاح وفي واحدة عيشها اتقطع بسببي. قصدك على الست اللي كانت بتتكلم على الحاج عزت؟ دي ست تستاهل كل اللي جرالها. انا عارفة ان هي غلطانة بس انا مش مرتاحة ابدا يا حازم. بص، انت تاخد الفلوس دي وتروح لها لحد بيتها وتديها لها في ايديها وتقول لها ام انس هي اللي بعتهم لك يمكن تسامحني، ولو كانت يعني بتدعي عليا تبطل دعاء عليا، انا مش ناقصة. ياه، انت طيبة قوي يا فتون، ربنا يديك على قد نيتك ويعوضك في ابنك خير ان شاء الله ويفرحك بيه.
وفي الوقت ده في شقة أحمد الحداد اللي كانت واقفة ميادة اللي عمرها 36 سنة قدام جنى بنتها اللي عمرها 16 سنة، اللي قعدت تزعق لبنتها وقالت لها الراجل واقف بره يا بت انتي، بطلي عياط بقى وما تخليهوش يقول عليكي بنت نكدية. وجنى اللي كانت واقفة ومنهارة من العياط وقالت لها انا مش عايزة الراجل ده يا ماما، انا مش عايزاه يجي عندنا تاني، حرام عليكي خليه يمشي بالله عليكي، انتي ما بتعرفيش هو بيعمل فيا ايه. لا عارفة يا اختي عارفة، وبعدين ما انا كنت اكبر منك بسنتين واتجوزت ابوكي، كفاية بقى دلع فاضي. انا هطلع دلوقتي برا واقول لجوزك يجيلك على طول، ده حتى هو كل فين وفين بيجي هنا. اوعي يا بنت تزعلي منك، كفاية بقى ان هو بقى مسؤول عن البيت كله وبيصرف علينا في كل حاجة ومعيشنا احلى عيشة ما كناش بس نحلم بيها حتى لما كان ابوكي لسه بصحته. وميدة اللي خلصت كلامها وخرجت على بره، وعزت اللي كان قاعد مع أحمد جوزها اللي كان قاعد على كرسي متحرك وقالت له اتفضل يا حاج عزت، أهلا وسهلا بيك، مراتك قاعدة جوه ومستنياك. وعزت اللي قام ووقف وقال معلش يا جماعة، أنا عارف إن أنا بتقل عليكم، البت بس تكمل سنها القانوني وأكتب عليها رسم إن شاء الله، وهجيب لها أحلاها شقة، بس هي تشد حيلها كده معايا وتخاولي الواد ابني. دي حاجة بإيدين ربنا سبحانه وتعالى يا حاج عزت، وإن شاء الله بنتي هتملى لك حياتك كلها عيال يا حاج. وعزت اللي قعد يضحك وقال وانا عندي امل كبير قوي في ربنا يا احمد، يلا بعد اذنكم. وعزت اللي سابهم ودخل على اوضه جنى وميادة اللي قعدت جنب جوزها وقالت له بنتك مش ناويه تجيبها البر ابدا يا احمد. انا صعبان عليا بنتي قوي يا ميادة، بس اعمل ايه؟ مفيش في ايديا اي حل غير ان انا اخليها تسمع كلام عزت عشان نقدر نعيش، والا بقى هنتبهدل كلنا بعد ما بقيت عاجز وحالتي بقت حالة. يوه جرالك ايه يا راجل، ما تكبرش الحكاية اوي كده، في بنات اصغر من بنتك كتير وبتتجوز عادي يعني، بس بيتجوزوا اكبر منهم بكام سنة زي الفرق اللي ما بيني وما بينك كده لما اتجوزنا، لكن الفرق اللي ما بين جنى وبين الحاج عزت اكتر من 20 سنة، والبنت خايفة منه قوي، وبصراحة كده بقى من حقها لان اللي في سنها لسه بيلعبوا في الشارع. نصيبها كده بقى يا احمد، هنعمل ايه؟ وبلاش الحنية الزيادة بتاعتك دي قدامها، البنت مش ناقصة، ممكن يا اخويا تتمرق علينا اكتر من كده واحنا مش ناقصين. ما خلاص يا ميادة، انا اصلا ما بقاش ليا عين اتكلم معاها ولا حتى احط عيني في عينيها. واول ما جه الليل عزت رجع على البيت وكان شكله فرحان ومبسوط جدا، وانا اللي كنت قاعدة ومستنياه، واول ما شفته قلتله ما لسه بدري يا حاج، خير جاي بعد نص الليل كده ليه؟ اول مرة يعني تتأخر بالطريقة دي؟ الله، هو في ايه بالظبط يا فتون؟ كان عندي شغل وانا بعتلك رسالة على الواتساب وقلتلك ان انا عندي شغل كتير وهتأخر. ما انت على طول يا عزت بيبقى عندك شغل وبيبقى معاك حازم اخويا، اشمعنى يعني النهاردة بالذات بعته على البيت بدري ورحت انت الشغل لوحدك؟ بقولك ايه بقى يا فتون، انا راجع خلصان من التعب في الشغل ومش ناقص قلب الدماغ، يعني الحق عليا ان انا بعتلك اخوكي يقعد معاكي شوية، هما الستات كده ما بيتمرش فيها اي حاجة، واللي يعمل معاهم خير كأنه عمل شر. طيب يا عزت براحتك، المهم انت امتى هتجيب لي واحده تساعدني في شغل البيت؟ بقول لك ايه صحيح يا عزت، مدام مرات الراجل اللي اسمه احمد ده ظروفها على قدها كده، ما تخليها تيجي عندي هنا الفيلا وتشتغل، وهي اولى من اي حد غريب مادام محتاجه للشغل. هو انت لسه بتفكري في كلام الست الخرفانه اللي اسمها ام سيد دي وقلبت دماغك وخلاكي تفكري فيا بالطريقه دي؟ بس يا عزت وطي صوتك، الولد نايم لا يقوم مفزوع من النوم، وبعدين هو انا قلت ايه يعني عشان تتعصب عليا بالطريقه دي؟ وانت قلت لي ان كلام ام سيد كله كدب في كدب،
وانا عمري ما صدقها ابدا يا عزت، بس انت قلتلي ان الناس دي ظروفها على قدها، فيها ايه يعني نساعدهم من غير ما نحسسهم باي احراج؟ خلي الست دي تجيلي هنا الفيلا هي وبنتها وتشتغل عندي ويكسبوا فلوسهم بعرق جبينهم، مش احسن ما يمدولك ايديهم وياخدوا منك فلوس ببلاش؟ يا سلام يا ست فتون، هي كانت دي فلوسك ولا فلوسي؟ وبعدين دي فلوسي وانا حر فيها، وبعدين الست دي ولا هي بتشتغل ولا حتى بنتها بتشتغل. ده ليه بقى ان شاء الله يا عزت واحدة في ظروفها دي ما هتصدق تلاقي شغلانة؟ يا ست دي نفسها عزيزة وعندها كرامة وما بتحبش تشتغل في بيوت حد. لا والله نفسها عزيزة وما بتشتغلش في بيوت حد، بس عادي جدا تاخد منك فلوس زي ما هي عايزة من غير أي كسوف ولا حتى إحراج، مش كده برضو؟ والله بقى دي فلوسي وانا حر فيها، اعمل فيها كل اللي انا عايزه، وياكي وحسك عينك يا فتون تتدخلي في حاجة زي كده تاني، ولو في دماغك اي شك من ناحيتي يا ريت تنسي نهائي عشان ما تخربيش على نفسك يا بنت الناس. وعزت اللي خلص كلامه وسابني ومشي، لكن انا اللي وقفته وقلت له طيب استنى يا عزت، انت رايح على فين كده؟ مش لما تتعشى الاول؟ انا واكل في الشغل يا ستي، انا هدخل الحمام عشان اخد دش وانام ومش عايزه عكنانه على المسا. وعزت اللي قال كلامه وسابني ومشي ودخل على الحمام على طول. وفي شقة ام سيد اللي كانت راجعة بيتها متأخر، وجوزها فتحي اللي كان قاعد وقلقان جدا، وقال لها ممكن اعرف كنت فين لحد دلوقتي يا ولية؟ انتي مش انتي قلتيلي برضو لسه هتروحي تشوفي شغلانة في المغسلة بتاعت الحاجة انصاف؟ هي وافقت وشغلتك عندها ولا ايه اللي حصل؟ وام سيد اللي قعدت قدام فتحي وقالت له ودي قاعدة الست أنصاف يا اخويا قالت لي عايزة راجل يشتغل عندها عشان يقدر يتعامل مع الزباين، ابقى عدى عليها انت بقى يا فتحي. وانا قلت لها وفهمتها على ظروفنا كلها، وهي قالت لي ان هي هتشغلك، بس اليومية بتاعتك يعني مش هتبقى قد كده، لازم انا كمان ادور على شغلانة جنب الشغلانة دي. طيب الحمد لله، اللي فيه الخير ربنا يقدمه، وهو احسن من ما فيش خالص. بس قوليلي مادام انتي ما اشتغلتيش، امال انت اتاخرت ليه لحد دلوقتي؟ كنت قاعده عند ام جنى صاحبتي الجديده، فيها حاجه دي؟ ام جنى؟ مين ام جنى دي؟ الله جرالك يا اخويا، ما تفتح دماغك معايا شويه. ام جنى دي تبقى مياده مرات احمد الحداد جارنا. وانت روحت هناك ليه بقى ان شاء الله يا سعاد؟ ومن امتى يعني الست دي صاحبتك؟ هتبقى صاحبتي ان شاء الله، انا رحت لها بنفسي النهارده وقلت لها على الكلام اللي انا قلته في بيت الحاج عزت اللي انا كنت سامعاه في الحاره، وانا ما كانش قصدي اي حاجه وحشه والله، واعتذرت لها وكان ناقص اوطي وابوس رجليها كمان. وكان عليكي من ده كله ايه بس يا ستي؟ ما تخليكي في حالك وهم في حالهم. والله العظيم انت مش فاهم اي حاجة، انا رحت لها على الساعة 9 بالليل كده، وقولي بقى لقيت مين اللي داخل عندهم الساعة 9 بالليل؟ الحاج عزت بذات نفسه. وانا قلت لنفسي شوية وهينزل من عندهم، ورحت قعدت في مدخل البيت من غير ما اي حد يشوفني، والراجل يا اخويا لسه نازل من عندهم كده من نص ساعة، عشان كده اتأخرت عليك وجايلك بعد نص الليل. وانتي كل ده قاعدة في مدخل البيت ومستنياه، وبعدين ليه تروحي للناس في وقت متأخر زي ده؟ انا عرفت اكسب ميادة لصفي، وشوية شوية هخليها هي اللي تحكي لي وعظمة لسانها الحاج عزت بيعمل ايه عندهم، كل يومين والتاني يقعد عندهم كل الوقت المتأخر ده. وانتي مالك بيهم يا سعاد؟ دوري على شغلانة تانية وخلينا نكفي بيتنا وحياتنا بقى، وطلعي الموضوع ده من دماغك، وإلا والله هيبقى آخر يوم ليكي معايا، وهبعد عنك وعن حياتك أنا وعيالي، فاهمة ولا لأ؟ أنا طول عمري راجل في حالي، لا بحب قال ولا حتى عاد، وماشي جنب الحيط. جنب الحيط ايه ده؟ انا ماشي جوه الحيطة عشان ابعد عن المشاكل. فاقصري الشر يا بنت الناس واسمعي الكلام وطلعي الموضوع ده من دماغك. وسعاد اللي بصت له بكل خبث وقالت له بس كده؟
من عينيا الاتنين يا حبيبي. الا قولي صحيح، انت اتعشيت يا اخويا؟ هدخل المطبخ واجهز لك العشاء. لا ماليش نفس، سدتي نفسي على المسا، اعوذ بالله منك ست، انا داخل اتخمد. وعدت الايام وانا كان كل يوم شك في عزت يكبر اكتر واكتر، لحد ما في يوم كنت قاعده بتفرج على التلفزيون، وكانت قاعده معايا منى اختي اللي قالت لي: اسمعيني كويس قوي يا فتون، ده سوء ظن، وانا عارفه اخلاق الحاج عزت كويس قوي. يعني انتي عارفاه يا منى اكتر مني؟ ده انا حافظاه وعجناه وخبزاه، ده عزت ده عشرة عمري، وبيحبك كمان يا فتون، وكفاية قوي ان هو صبر عليك سنين لحد ما خلفت الولد ده، ولما خلفت انس قال قدام الناس كلها ان ده هيبقى ابنه الوحيد ومش هيبقى له عيال غيره، عشان انتي مش هتقدري تخلفي تاني. عزت لو كان بيدور على الخلفة ما كانش راح قعد مع واحدة متجوزة. استغفر الله العظيم يا رب، انت اللي بتقولي كده يا فتون؟ عيب والله، ده جوزك وابو ابنك برضو، عيب تقولي عليه كلام زي كده. ام سيد جات لي وقالت لي ان هو كل يوم والتاني بيروح يقعد بالساعات هناك عندهم، وبيجي لي هو بعد نص الليل، وبقول له كنت فين يا عزت؟ بيقول لي كنت في شغل. تفسري بقى اللي بيحصل ده بايه بالظبط؟ ايه ده؟ استني، هو انت رجعتي تكلمي الست دي تاني؟ ازاي بس تعملي كده يا فتون؟ الست دي فتانة وخربت بيوت. ام سيد بعد ما بعتلها الفلوس مع حازم اخويا ما هنش عليها افضل متغفلة اكتر من كده، وقالت لي على اللي فيها وانا ما صدقتهاش. انا كنت عايزة اتأكد بنفسي، وبعت ناس ورا عزت تجيب لي كل اخباره، وحياة ابني اللي عمري ما حلفت بيه ابدا عزت بيخني، انا واثقة ان هو بيخني. يا خبر. طيب يا فتون، وانت ناوية تعملي ايه دلوقتي؟ مش عارفة يا منى، انا عايزة في مرة يكون هو قاعد عندها واطب عليه مرة واحدة وافضحه، بس خايفة اللي اعمله ده يأثر على ابني وعلى سمعته، وفي نفس الوقت مش عايزة بيتي يتخرب. بس كرامتي يا منى، كرامتي مش سامحالي ابدا اسكت اكتر من كده واتحمل اللي بيحصل قدامي. انا من رأيي بقى يا فتون تتأكدي بنفسك وتواجهيه، ولو كان بيعمل حاجة غلط كده ولا كده اتحملي يا فتون، وهي غلطة وتعدي عشان بيتك وابنك والمركب تمشي. وانا اللي دموعي غرقت وشي وقلت لها: انت اللي بتقولي الكلام ده يا منى؟ وليه الست تتحمل؟ وليه كرامتها تداس تحت الرجلين عشان بيتها يفضل مفتوح وما يتخربش؟ يعني لو كان حصل العكس مش القيامة كانت قامت على الست؟ المجتمع ده ظالم قوي يا منى، وناسه كلها ظالمة. طيب اهدي عشان خاطري يا فتون، وما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي، وربنا هيسترها ان شاء الله. المهم انت ناوية تعملي ايه برضو في الموضوع ده؟ انت لسه ما قلتليش. عادي يعني، هعمل ايه؟ اللي فيه الخير ربنا يقدمه ان شاء الله. وفي نفس اليوم بالليل كنت قاعدة بذاكر لابني في اوضته، وفجأة لقيت تليفوني رن برقم ام سيد، وانا قمت وخدت التليفون ودخلت على اوضتي وقفلت الباب ورديت عليها وقلت لها: الو. ايوه يا ام سيد، ها حصل؟ طمنيني بالله عليكي. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه يا ست هانم، بس جوزك لسه طالع عندهم دلوقتي حالا. هو انت جايه يا ست هانم ولا ناويه تعملي ايه بالظبط؟ وانا اللي قفلت في وشها التليفون وما ردتش عليها، وغيرت هدومي بسرعه وسبت ابني مع الشغاله ومشيت على طول. وفي الوقت ده كان قاعد عزت في اوضته جنب جنى اللي بتبصله بكل خوف، وزعق فيها وقال لها بكل عصبيه: جرى ايه يا بت انتي؟ هو انا كل ما اجيلك هنا الاقيكي قلبه وشك عليا كده؟ وبعدين فين الهدوم الحلوه اللي انا جايبها لك؟ ليه ما بتلبسهاش؟ وجانا اللي عيونها اتملت دموع وقالت له: انا انا ما بحبش البس الحاجات دي خالص، انا بتكسف البسها. نعم يا اختي، انا جوزك وانتي لازم تسمعي كلمتي وبس. يعني ايه بتتكسفي يا اختي؟ انا بقى اللي هخليكي تبطلي كسوف. وبعد شوية كنت وصلت لحد البيت ووقفت عند باب الشقة، وطبعا كانت معايا أم سيد، وأول ما خبطت على الباب فتحت لي ميادة على طول، اللي أول ما شافتني قدامها اتوترت جدا وقالت لي: ايه ده؟ ست فتون، اهلا وسهلا بيك يا ستي، وانا اقول برضو البيت منور كده ليه؟ وانا اللي زقتها ودخلت على جوه وقلت: جوزي فين؟ مش عيب عليكي تعملي كده وانت على ذمة راجل تاني؟
واحمد جوزها اللي كان قاعد على الكرسي المتحرك وقال لي: جرى ايه يا ست انتي؟ هو انتي جايه لحد بيتنا عشان تغلطي فينا؟ سيبها يا احمد تقولي اللي هي عايزاه، ليها راجل يترد عليه، بس لما يفضلها من اللي بيعمله. ايوه، هو فين الراجل اللي انا بدور عليه؟ يا عزت يا عزت، اطلع لي دلوقتي حالا يا عزت، يا اما هصوت والم عليك الناس. اطلع حالا دلوقتي يا عزت. وام سيد اللي ابتسمت بكل خبث، وعزت اللي خرجني من الاوضه وهو بيقفل زراير القميص وكان بيبصلي بنظرات كلها جمود، وقال لي: انت بتهببي ايه يا وليه انتي؟ هو انت بتراقبيني يا فتون؟ وانا اللي انهارت من العياط وقلت له: يعني ده هو كل اللي يهمك؟ ممكن اعرف انت بتعمل ايه هنا يا عزت؟ بتخني مع مين يا عزت؟ بتخني مع واحده متجوزه؟ اخرسك قطع لسانك، هو مين ده يا حبيبتي اللي بيخونك مع واحدة متجوزة؟ الحاج عزت هنا قاعد مع مراته يا حبيبتي، ومراته تبقى بنتي جنى. وانا اللي اتصدمت وقلت لها: انت بتقولي ايه؟ بنتك ازاي يعني؟ بنتك ايه يا ولية يا خرفانة انت؟ ده انت بنتك يا دوب عمرها 16 سنة ويمكن اصغر كمان. ايوه يا ام سيد، بنتي اصغر ولا اكبر دي حاجه بتاعتنا احنا، انتوا مالكم بينا؟ بنتي وانا حره فيها. لا بقى، مش انا اللي يضحك عليا، ابقوا العبوا غيرها. عايزين تداروا على عملتكم السودة وتلبسوها العيله صغيره؟ جرى ايه يا ست فتون؟ انا ما اسمحلكيش ابدا تغلطي في اهل بيتي. ما تتكلم يا حاج عزت، مش انت برضو جوز بنتي؟ وعزت اللي قرب مني وقال لي: جانا بنت القسط احمد تبقى مراتي، وخد التقيله كمان، هي حامل مني دلوقتي. اصل انا عايزه اخوي ابني واتجوزت بنت حلوه وصغيره ترجعني شباب من تاني. ما انتي عارفاني كويس يا فتون، ما بحبش اكبر ودايما بحب ابقى شباب. وانا اللي انهارت من العياط وقلت له: هو قال ايه؟ انا اللي شكيت فيك انت والست دي. اتاريك بتيجي هنا عشان بنتها. بس وطي صوتك يا فتون، انا مش ناقص فضايح. هو انت لسه شفت فضايح يا عزت؟ انت دماغك دي فيها ايه؟ ازاي جالك قلب تعمل اللي عملته ده في عيله صغيره؟ وعزت اللي مسكني من دراعي جامد وقال لي: اخرسي خالص، انا ما عملتش اي حاجه غلط ولا حرام، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله وكله بشرع ربنا. فين الشرع اللي يحللك تتجوز بنتي في السن ده؟ رد عليا يا حاج عزت. امشي دلوقتي وروحي على البيت يا فتون واقسري الشر، وانا جاي وراكي على طول. وقبل ما ارد عليه سمعنا صوت جنى من جوه وهي بتصوت ومنهارة من العياط وبتقول: الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما بسرعة. وامها اللي جريت عليها ومعاها عزت وام سيد اللي فضولها خلاها تروح تشوف في ايه، وكانت البنت بتنزف بشكل مخيف واخدوها بسرعة على المستشفى، وانا رحت طبعا معاهم. والبنت طبعا دخلت اوضه العمليات، وعزت اللي قرب مني وقال لي: فتون بلاش تعملي مشاكل يا بنت الناس قلبهم واجعهم على بنتهم، ربنا يطمنهم عليها. بس معلش انا لازم امشي دلوقتي يا عزت. وقبل ما تمشي يا فتون لازم نلم الموضوع ده الأول، لأن جوازي من البت ده لسه بعقد عرفي، لأنها لسه ما كملتش السن القانوني، وممكن أنا يعني أروح في 60 داهية بعد كل اللي حصل للبت ده. والله لو كان اللي عملته صح يا عزت ما كانش حصل للبنت اللي حصل لها ده. انت كان ضميرك فين؟ البنت دي اكبر من ابنك بكام سنة بس، واحنا لو كنا خلفنا بدري كان زماني عندي بنت اكبر منها. وانا ما عملتش اي حاجة غلط ولا حرام يا فتون. انا لقيت نفسي بكبر جنبك وبيتقال لي يا حاج، وبقيت حاج فعلا، وكنت عايزة احس ان انا لسه صغير وان انا لسه بصحتي. البت دي كنت بحس معاها براحة قوي، عمري ما حسيتها معاكي. وانا اللي دموعي غرقت وشي بكل حزن. وفي الوقت ده خرج الدكتور من اوضه العمليات، وميادة اللي جريت عليه وقالت له: خير يا دكتور، طمني على بنتي عامله ايه دلوقتي؟ انتوا ازاي قلتولي ان البنت كبيرة ومتجوزة؟ البنت جسمها صغير جدا وضعيفة ومتعرضة لأذى صعب. انا بجد مش عارف اقول لكم ايه، بس بنتكم راحت للي خالقها بسببكم وبسبب الراجل اللي بتقولوا عليه جوزها. يلا ربنا يرحمها ويصبركم على فراقها.
وميادة وجوزها اللي نهاروا من العياط بكل ندم، والندم بياكل فيهم أكل. وعزت اللي كان خايف جدا ومتوتر، وأنا أول مرة في حياتي أشوفه خايف بالطريقة دي. وبالرغم من حزني على البنت، بس أنا كنت شمتانة فيه جدا. وفي اللحظة دي دخلت علينا الشرطة وبدأوا يحققوا في الموضوع، وأنا اللي قربت من عزت وقلت له: دي اكتر طريقة عرفت اخد حقي بيها منك يا عزت. انا بلغت عنك الشرطة انت واهل البنت دي عشان تاخدوا عقابكم اللي تستاهلوه بعد كل اللي انتوا عملتوه فيها، وراحت بسببكم في شربة مية منكم لله. بقى انا تعملي فيا كده يا فتون بدل ما تقفي جنب جوزك ابو ابنك؟ وانت بقى يا حبيبي عملت ايه لمراتك ام ابنك؟ رحت اتجوزت عليا حتة عيلة صغيرة، دمرتها ودمرت سمعتي انا وابني معاك. اقول عليك ايه بس يا شيخ؟ منك لله ربنا ينتقم منك. والظابط اللي قرب مننا وقال: حاج عزت مطلوب القبض عليك ودلوقتي حالا، ودي قضية مش سهلة ابدا، وللأسف خذلت ناس كتيرة قوي كانت بتحبك. وعزت اللي مشي مع الضابط وهو مكسور وحزين واتقبض عليه فعلا، هو وأم البنت وأبوها. وبعد ما عزت اتحكم عليه اتطلقت منه بحكم محكمة، وبقيت عايشة مع ابني وكبرته وعلمته وبقى دكتور صيدلي كبير قد الدنيا. وعزت بعد كام سنة من حبسه جات له أزمة قلبية ومات فيها في السجن بعد ما خسر حياته كلها، وطبعا خسر سمعته بين الناس. وفي نهاية حكايتنا حابة أقول: مش كل حاجة تتسمى شرع بتبقى صح. الشرع عمره ما كان باب للظلم أبدا، ولا حتى وسيلة نكسر بيها قلوب ناس ضعيفة. واللي حصل في حكاية النهاردة بيعلمنا إن أي إنسان بيستغل ضعيف أو حتى يظلم أي حد لازم يجي عليه اليوم ويدفع الثمن. وخليكم فاكرين دايما إن ربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل أبدا. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.